السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعيني الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات معجزات القرآن الكريم. وقبل ما أبدأ في الحلقة ما تنساش لايك كومنت شير سبسكرايب، تفعل الجرس، تشاير هنا وتنشر هنا. خلي الفيديوهات يعني أكبر. لو أنت فعلا بجد بتستفاد وحابب الحلقات بتاعتي، أكبر دعم ليا إنك تحط لي لايك وتسيب لي تعليق جميل كده في الكومنتات. ومتشكر جدا لوقت حضرتك الجميل، وبتمنى في الوقت دوت أكون أفدتك وتكون استفدت. معجزة النهاردة اللي احنا هنتكلم فيها هي الصعود إلى السماء. طبعا الاسم مفسر بعضه، وفي نفس الوقت بيدي لك يعني بتقول يعني ايه الصعود إلى السماء. هقول لك. في الحلقة دي هنتكلم عن معجزة القرآن الكريم، حيث أن الصعود في السماء أو حلم الطيران الحاجة دي شغلت الإنسان لفترات طويلة من الزمن حتى اختراع الطائرة. وبين القرآن إن الطيران في السماء ده أمر ممكن. زائد بقى، والحتة الفنية والحتة المهمة جدا، إن الصعود إلى السماء له آثار جانبية مثل ضيق التنفس وضيق الصدر. وهو ده اللي أثبته العلم الحديث. وأنا هثبته لك واحدة واحدة، وهقول لك المجلات. وهتبص تحت، لو أنت بصيت تحت في صندوق الوصف هتلاقي كل الروابط اللي بتثبت كلامي، لو أنت حابب يعني تقرأ وتتوسع أكتر في الموضوع دوت. فأول حاجة هنبدأ بالآية المعجزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. فهنا في الآية الكريمة ربنا بيقول لك إن الشخص اللي الذي لا يتقبل الإسلام ولا وبيخشش الإيمان قلبه، صدره بيكون ضيق. كأنما يصعد في السماء. كأنما يصعد في السماء، يعني الشخص اللي بيطلع في السماء صدره بيضيق. يضيق صدره ويضيق تنفسه في الحالة. طب التشبيه دوت أثبته العلم الحديث إزاي؟ اول حاجه هنخش في تفسير الايه ونشوف المفسرين قالوا ايه. ففسرها الاوزاعي كانما يصعد في السماء. فهو بيقول ايه: كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا ان يكون مسلما؟ وقال جعفر بن جرير: هذا مثل ضربه الله لقلب الكافر من شده ضيقه لوصول الايمان اليه، مثل امتناعه عن الصعود في السماء وعجزه عنه. وفي تفسير المنتخب، وده من عندي انا في كتاب المنتخب، صاد 195، وده بيوضح الحاجة أكتر بأسلوب جميل جدا وأسلوب لا لبس فيه. بيقول لك إيه: إذا كان هؤلاء ضلوا واهتديتم فإرادة الله تعالى وقضاؤه، فمن يكتب له الهداية يتسع صدره لنور الإسلام، ومن يكتب عليه الضلال يكن صدره شديد الضيق كأنه من الضيق كمن يصعد إلى السماء إلى مكان مرتفع. ركز يا مؤمن، بيقولك إيه: يصعد إلى السماء إلى مكان مرتفع، فتتصاعد أنفاسه ولا يستطيع شيئا، وبهذا يكتب الله الفساد والخذلان على الذين ليس من شأنهم الإيمان. طب احنا قلنا الآية اهو، وقلنا تفسيرها. تعال نشوف نطابق ده بالعلم. العلم الحديث وصل لإيه؟ بيقولك في المؤتمر العلمي الأول عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي عقد في إسلام أباد، تقدم دكتور صلاح الدين المغربي، عضو في الجمعية الأمريكية لطب الفضاء. لحظة واحدة كده بس، معلش أنا بقرا من الورقة عشان خاطر إيه ما اتلخبطش في حاجة، ما انساش حاجة. بديكم المعلومة كويس جدا من غير أي نسيان. وأستاذ الفضاء بمعهد طب الفضاء بلندن، بيبين حالة الصدر في طبقات الجو العليا، وبيقول إن الرئتين بتاعتنا بيها حويصلات هوائية بتمتلئ بالأكسجين، والحويصلات دي وتمتلئ وتنتفخ بالأكسجين. وعند الصعود لطبقات الجو العليا بيقل ضغط الهواء وبينقص الأكسجين، فبتنكمش الحويصلات دي الهوائية، ويحدث ضيق في الصدر ويصبح التنفس صعبا. طب ماشي يا أستاذ أحمد، انت دلوقتي بتقول لي ده فلان ما كده، وانا ادور على المطار ممكن اكيد مش الاقيه على النت. هقول لك يا عزيزي المشاهد، انا جبت لك شويه مصادر كويسه، لو انت قريتهم هتتاكد من الحاجه دي. رقم واحد: في المكتبه القوميه للدواء National Library of Medicine، بعنوان تأثير الارتفاعات العالية على النوم والجهاز التنفسي والتكيفات بينهما.
هتلاقي الحاجة دي. رقم 2 في موسوعة بريتانيكا تحت عنوان مرض المرتفعات. لو انت بقى عايز تكتبها اكتبها بالانجليزي ايه؟ altitude sickness، حيث تم اكتشاف هذا المرض. بيقول لك بموسوعة بريتانيكا تم اكتشاف مرض المرتفعات في القرن ال16 من عام 1878 ميلاديا، وحيث وصفه العالم الفرنسي بول بيرت ان اعراض مرض المرتفعات بينتج عن نقص الاكسجين في انسجة الدم. والاكثر عرضة لهذا المرض هم مين؟ المتسلقين، ان الناس اللي هو بيطلعوا بقى لمسافات عالية في الجبال، والطيارين، والاشخاص الذين يرتفعوا الذين يعيشون على ارتفاعات عالية. وان اعراض هذه المرض بتكون كالاتي: تكون في 4 اعراض. 1 ضيق التنفس. 2 اعراض عقليه وعضليه زي ايه؟ الضعف والتعب والدوار والخمول والصداع والارق وانخفاض حده العقل وضعف البصر والسمع. 3 اعراض قلبيه مثل الم في الصدر اللي هو ضيق الصدر وخفقان وعدم انتظام ضربات القلب. رقم 4 الاعراض الهضميه زي الغثيان والقيء. يعني ماشي. طب هنشوف بقى الانقح منها. في أكبر مجلة علمية هي اسمها مجلة نيتشر تحت عنوان مجموعات بيانات التنفس ونسبة الأكسجين في الدم على ارتفاعات عالية لتقييم استجابة الإنسان لنقص الأكسجين. قالوا كده بالنص: إن الصعود إلى هضبة دون الخضوع لتدريب تكيفي طويل الأمد يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر، وقد يسبب مرض المرتفعات الخفيف للأفراد ضيق تنفس وضيق في الصدر. ضيق تنفس وضيق في الصدر وصداع في الحالات الشديدة، ويمكن أن يؤدي إلى سكتة رئوية أو سكتة دماغية، مما يشكل تهديدا لحياة الأفراد. ركز، بيقولك إيه في مجلة نيتشر؟ بيسبب إيه؟ ضيق في التنفس وضيق في الصدر. طب ماشي يا سيدي، هأيد لك الحاجة ديت إنه بيسبب ضيق في التنفس وضيق في الصدر بمصدرين كمان. في مجلة ناشونال جيوغرافيك وموقع الامريكان لانج اسوسيشن أيدوا ما جاء في مجلة نيتشر وموسوعة بريتانيكا. حتى كمان امريكان لانج اسوسيشن من ضمن الاعراض اللي بتاعت اللي هو مرض المرتفعات اللي هو ايه؟ ضيق التنفس، الناس اللي بتطلع على ارتفاعات عالية. تمام. وهنا السؤال بقى ايه؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم عنده المقدرة على الطيران عشان يعرف هذه الحقائق؟ الإجابة لا، بل كان عنده الوحي من عند الله. وعندما ترجمت الآية ديت للعالم يوشيدي كوزن، وده عالم ياباني، اندهش بشدة وأخذ يستمع إلى آيات القرآن الكريم وقال: إن المتحدث بالقرآن يعلم كل شيء بدقة وتفصيل. وبتمنى إني أكون أفدت حضرتك في الحلقة ديت. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تسيب لي تعليق تحت، وتبص على المصادر بتاعتي عشان خاطر تتأكد من كل كلمة أنا بقولها، وتعمل لايك كومنت شير سبسكرايب، وتشير مع زمايلك، تشير مع أصدقائك، تشير مع أهل بيتك عشان خاطر المعلومة تفيد وتعم على الجميع. وبتمنى إني أكون أفدتكم في الحلقة ديت، وشكرا على المشاهدة.